يا صباح الخير، يا صباح الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شفتوا اليمامة بتاعتي الام برضو سبحان الله. هي بقى زغللها كبروا، بتعلمهم الطيران، رايحة جاية على الماسورة بتاعة البلكونة وبيحاولوا يمشوا وراها، بتحاول ان هي تعلمهم يطيروا. واجمل منظر بقى سبحان الله لما بتبقى جاية بقى من بره وشايله لهم الاكل بتاعهم، وبتقعد بقى كده تاكلهم في بقهم سبحان الله والله. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ لسه مكملين في تجهيزات ترتيبات المدرسة. كل يوم كده بناخد ربع ساعة وبنمسك مكان ونقعد نرتبه ونوضبه، بحيث ان احنا التنظيف بقى العميق اللي هو قبل الدراسة ده خلاص هنعمله ان شاء الله، واحنا عارفين ان احنا ادراجنا ودوالبنا وحاجتنا كلها مترتبة. قلت بقى كده اول ما صحيت الصبح الحمد لله، قلت اطلع طبق كبدة واتبله واسيبه بقى كده يتبل ومحطوط على جنب لحد ما اخلص كل الشغل اللي ورايا. فتبلتها بملح وفلفل وكمون وكزبرة ومعلقة كبيرة توم، عصرت عليها ليمونة. حابة بقى تخلطي كده الليمون مع التوم مع البهارات دي وتحطيهم كلهم على الكبدة براحتك، لكن انا علشان التوم عندي انا مفرزاه في الفريزر، فطلعته هو متجمد معلقة كبيرة وعصرت عليها ليمونة وحطيت عليها شوية خل قد معلقة صغيرة، وقلبتهم كده في التوم ورحت حطاهم على وش الكبدة مع الملح والكمون والفلفل والكزبر. خلاص بس. وسبتها بقى كده غطيتها وسبتها بقى لحد ما اخلص الشغل اللي ورايا. كمان كان عندي خيار في التلاجة، فحبيت ان انا اطلع منه 5 خيارات، وقلت كده اعمل كده برطمان مخلل خيار، بحيث ينفع برضو جنب طبق الفول كده، ينفع مع السندوتشات، يبقى برضو حاجة كده مخلل كده من البيت موجود. ومخلل الخيار يعني اسهل ما يكون، ما بيتكلفش اي حاجة. انا طلعت الخيار غسلته وقطعت كده من فوق كده ومن تحت البوزة بتاعته دي. وبتعملي ازاي بقى؟ كل كوباية مية، طبعا انت بتغلي المية اللي هتحطيها عليه، كل كوباية مية مغلية بتحطي عليها معلقة ملح. خلاص. وبعدين بعد بقى ما بتخلصي البرطمان او العلبة، طبعا معلقة ملح ومعلقة خل، حلو الكلام، ومعلقة توم صغيرة. يبقى انا على كوباية المية المغلية بحط معلقة ملح، معلقة خل، معلقة توم صغيرة. فانا عملت كده اهو. جبت بقى الخيار غسلته وقطعت كده من فوق ومن تحت القمع بتاعه ده، وابتديت ان انا ارصه في البرطمان. بس يعني البرطمان اللي انا كنت بستخدمه ده كان صغير قوي، كان ضيق بصراحة، فما نفعنيش خالص يعني، ما اخدش حاجة. فقررت ان انا اجيب واحد تاني وياخد كل الكمية يعني اللي معايا. بتجيبي بقى الكوباية اللي بتعايري بيها، بيبقى مج كده حلو، وتغلي المية، وتبتدي بقى ان انتي تحدقي كده كل كوباية هتاخديها للمخلل بتاعك، وتنغزيه بقى كده بشوكة ولا بسكينة، بحيث ان هو يدخله يعني التتبيلة المحلول اللي انتي عاملاه ده، ويستوي منك. هو انتي بتعمليه مثلا النهاردة تاخدي منه بكرة اخر النهار، ما بياخدش وقت طويل يعني، علشان ان هو يتعمل. المخلل الخيار من المخللات السريعة اللي بتاكلي منها بعد يوم من عمايلها او يومين بالكتير قوي يعني. خلاص بقى، انا هنا كنت قررت ان انا اجيب برطمان تاني اكبر شوية علشان ياخد الكمية كلها، فنقلت فيهم اللي انا كنت عاملاه ده، وحطيت فيهم الباقي الخيار اللي كان في الطبق، وزودت كوباية مية كمان، غليت برضو كوباية تانية ورحت مزوداها عليه. النهاردة بقى قلت اما امسك كده الدولاب بتاع البنات، دولاب الهدوم، وحبيت ان انا ارتب الهدوم اللي فيه. انا الدولاب عندي بتاع البنات دولاب صغير قوي، فمش واخد غير الهدوم الخروج بس. الهدوم البيتي انا مقسماهم، حاطه جزء في الشفونيره بتاعت اوضه النوم، وجزء تاني حطاه برضو في ظرفه من ظرف التسريحه يعني. لان الهدوم البيتي مع الهدوم الخروج بيبقوا كميه، فما الدولاب اللي عندي صغير ما اخدش غير الهدوم الخروج بس.
يعني احنا الحمد لله بقى لنا مدة على كده بقى، كل بقى طبعا ولادنا طبعا ما بيكبروا حاجتهم بتكتر، ربنا يبارك فيهم يا رب. فانا ايه ممشية كده حالي واموري بالدولاب اللي عندي الصغير ده لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله، وناوية اجيب لهم دولاب كبير كده حلو يكمل بقى معاهم وياخد حاجتهم مرتاح يعني. فلو تعرفوا يا جماعة اماكن كويسة هنا في القاهرة تكون خشبها جودته مضمونة واسعاره كويسة، يا ريت بس تكتبولي في الكومنتات على الاماكن دي وانا اسأل فيها كده، وربنا ان شاء الله يعني يوقعنا مع ولاد حلال كده ويعطرنا في حاجة كويسة بإذن الله يعني نجيبها. انا بقى قلت ايه اسيب بقى الغدا يتبل على جنب، وعملت المخلل ده سريعا كده وانا واقفة، وقفلته كويس بالغطا بتاع البرطمان. لو انتي الغطا بتاعك مش محكم، علشان لما تقلبيه كده كل يوم بالليل شوية ما يسربش المية بتاعته، حطي له كيسة تحت الغطا وانتي بتقفليه، هيقفل جامد ومش هيسرب خالص اي مية من المحلول اللي انتي عملتيه ده. قلت بقى ايه اما اجيب المكنسة بتاعتي كده انضفها، افضي الباك بتاعتها لان هي مليانة بقالها كذا مرة استخدمها واتملت مني، وحسيت اخر مرة وانا بعمل بيها ان هي مش بتسحب كويس كالعادة. فقلت بقى ايه لا انا اجيبها بقى كده ايه افضيها وامسح التراب كده من جوه ومن بره، ويبقى برضو ايه حاجة. وعملتها النهاردة، انا النهاردة اصلا كنت صاحية متأخر والوقت بصراحة ما ساعدنيش يعني. انا بحب بصراحة ان انا اليوم اللي اصحى فيه من الساعة 7 الصبح ده بيبقوا عندي لسه الولاد نايمين وبتبقى الدنيا هادية، بقدر بقى ان انا انجز يعني حاجات كتيرة جدا في اليوم اللي بصحى فيه بدري. يعني ماما حبيبتي يا رب ربنا يا رب يرحمها ويحسن اليها كانت دايما تقول شغلة البدرية مقضية. فبقى انا النهارده صحيت بصراحة متأخر، كنت صاحية حوالي الساعة 11 كده، او يعني صحيت من بدري مع العيال واتشغلت معاهم، بس على ما بدأت شغل بدأت الساعة 11 الظهر، فما كان خلاص الوقت عدى مني كتير يعني. فقلت خلاص انا النهارده ايه ارتب الدولاب بتاع العيال، واعمل برضو ايه حاجتين تلاتة كده جنب الموضوع ده، اروق بقى كده الشقة ترويق كده سريع، انضف المكنسة بتاعتي. بس هي لازم ليها تنظيفة عميقة كل شهر كده مرة، بحيث ان انا بغسل الباك دي بمية وبغسل الخرطوم بتاعها كله وبنضف الفرشة بتاعتها، بترجع بقى جديدة وبيرجع قوة شفطها حلوة قوي. لكن مش كتير، ومش بعمل الموضوع ده على طول يعني، بعمله مثلا مرة كده كل شهر. لكن طبعا ان انتي كل مرتين تلاتة بتروحي مفضية الباك بتاعها او العلبة بتاعتها لو هي من الموديل الجديد ده، وبتفضل برضو ايه يعني شفطها احسن من ان هي تبقى مليانة والفلتر بتاعها مسدود يعني. وخلاص بقى انا كنت هنا خلصت كده ونطرت الفلتر بتاعها كويس وضمنت ان هي كده بقت فاضية الحمد لله. خلاص دي برضو كانت تاني حاجة ايه عملتها النهاردة بعد التتبيلة والمخلل. نيجي بقى عند الدولاب. بصوا بقى يا جماعة، انا الدولاب اللي عندي ده الدولاب اللي على ايدكم اليمين ده بتاع بنتي الكبيرة، وده اصلا كان وحدة في المطبخ يعني، ده كان وحدة جنب المطبخ بتاعي كنت حاطة فيها الخزين وكده، ولكن والدولاب اللي جنبه على طول ده واخد بقى فوق لبس المدرسة كله، وتحت بقى واخد ايه هدوم اخواتها الاتنين بتاعة الخروج، لان الدولاب اللي على ايدكم الشمال ده ما ياخدش حاجة التلات عيال يعني. فقررت بقى ان انا ايه اخد الوحدة اللي في المطبخ دي انقلها وانضفها كده وامسحها كده بالمية والخل علشان الدهون والحاجات دي، واحطها في الاوضة جنبه واخليها للبنوتة الكبيرة بس، بحيث برضو تبقى حاجتها ايه مستقلة لوحدها يعني. اهو نمشي بيه امورنا لحد ايه ما ربنا يكرم ان شاء الله، وده هيرجع مكانه زي ما كان في المطبخ، التاني هنشوف بقى يعني هو سليم اصلا وزي الفل وخشبه تمام التمام يعني زي ما بيقولوا، فنشوف بقى ايه لو حد محتاجه او نشيله يعني ايه دلوقتي. ربنا يسهل ان شاء الله الحال. جيت بقى ايه فضيته بقى كده، طبعا كان كله يضرب يقلب على بعضه، لا ده مترتب ولا ده مترتب. احنا بنرتب والله وبنعلق وبنشيل، بس برضو العيال لما تشيل وراكي وترجع الحاجة ما بترجعش زي ما انتي طبعا حطاها، وهم اصلا اطفال يعني ما مش كبار. فخلاص بقى قررت ان انا ايه اطلع الحاجة كده اللي جواه وارتبها، ويبقى برضو ايه كده حاجتنا كده جاهزة ان شاء الله للمدرسة بقى. يا دوب بتطلعي بقى اللبس بقى اللي انا مطبقاه فوق ده بروح حطاه على الشماعات
وبيبقى قدامهم بقى خلاص. تبقى برضو الدنيا كده ايه متروقة كده ومترتبة، والشربات قدامهم موجودة مش تايهة بين الهدوم. يبقى برضو بعد كده بقى ان شاء الله ايه التنظيف بقى اللي جاي بقى العميق بقى لكل مكان، ببقى ضامنه ايه، ببقى مستريحه بصراحه ان انا المكان اللي نظفته ده عارفه ان الادراج او الدواليب اللي فيه مترتبه، ببقى خلاص كده بقى مطمنه هو نظيف من بره ومن جوه زي ما بيقولوا، مش بس من على الوش يعني. خلاص بقى انا هنا كده ايه كنت قربت اخلص. والله الحمد لله برضو يعني ايه انجزت. انجزت والله النهارده، يعني انا صاحيه متاخر بس انا مبسوطه بصراحه، راضيه عن نفسي. انا رتبت الدولاب، وانا اصلا اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي ان انا اقعد اطبق الهدوم، انا ما بحبش تطبيق الهدوم. فخلاص بقى انا خلصت الحمد لله الدولاب ده، واصلا كنت ناعيه هم تطبيق الحاجات اللي فيه دي، بس هي ايه حاجه الحمد لله وخلصت. انا بقى خلصت الدولاب والحاجات دي، كانت حوالي ساعتها الساعه كانت 3 مثلا، قبل العصر. بس يا دوب بقى خلصت الهدوم وعلقتها وقفلته، وعدلت لهم الاوضه كده ايه من على الوش كده سريعا، ورحنا بقى علشان نعمل الغدا بتاعنا. بدأت بقى في الغدا، كانت خلاص يعني الساعه بقت قولوا مثلا الساعه كانت 3:30 تقريبا او 4 في الحدود دي. وبرضو الحمد لله يعني انجزنا. احنا صاحيين متاخر بس خلصنا برضو ايه حاجات مهمه الحمد لله. قولوا لي بقى وصلتوا لفين في الترتيبات بتاعت قبل المدرسة؟ انا كده خلاص خلصت كل الادراج بتاعت التسريحة رتبتها، والدواليب بتاعت العيال برضو رتبتها. مش فاضل بقى غير ان انا ايه ابدأ بقى كده تنظيف مكان مكان ان شاء الله، تنظيف كده عميق عميق. وهشارككم برضو ان شاء الله معايا، بحيث ناخد افكار من بعض ونتشجع من بعض، وربنا يا رب كده يقوي كل واحدة على بيتها ويعينها ويديها الصحة يا رب، ويفرحها كده يا رب كده بولادها وبناتها. يعني يا سلام لو يخلص كده شغل البيت بسرعة يا بنات، اللي بنشوفها في الفيديوهات دي، واحد بيشوف كده الحاجة بتخلص بسرعة نفسه بتتفتح على الشغل، يجي بقى يبدأ يلاقي نفسه اتغرز ومش عارف يخلص. آه. الحمد لله خلصنا. حطينا بقى الحاجات بقى الفساتين بقى والكلام ده علقناه على الشماعة وحاجات بقى بنتي الكبيرة خلتها ايه كده مترتبة كل حاجة في رف قدامها، بحيث ان هي تبقى عارفة ايه حاجتها. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا كبدة اسكندراني، حطيت معلقتين زبدة كبار، ما بحطش انا سمن زيت عليها، بعملها يا بسمنة يا بزبدة، فانا حطيت معلقتين زبدة كبار، وابتديت انزل اول ما الزبدة قدحت نزلت على طول عليها بالكبدة، اديت لها بقى تقليه، بس انا ما كنتش مالكه بصراحه بسبب ان انا ماسكه الموبايل في ايدي وبقلب بالايد التانية. فهصور لكم بقى كده ايه مقتطفات من كده منها، عشان ما كنتش عارفه بصراحه اصور انا ماسكه الموبايل في ايديا. فنزلت عليها على طول بالكبده بتاعتي اللي هي المتبله. يا سلام بقى على ريحه الكبده كده اول ما بتنزل في الفشه بتاعت السمنه ولا الزبده بتاعتك دي، وهي عليها بقى الثوم والليمون، ريحتها جميله قوي الحمد لله. اول بقى ما اخدت كده ايه 5 دقايق كده على النار، نار عاليه طبعا، بتنزليها بعد ما تبقى النار خلاص عاليه والحاجه بتاعتك قدحت. النار بقى عاليه، نزلت عليها على طول بالكبده 5 دقايق تشويح لحد ما لقيتها اتحمرت، رحت نازله عليها على طول بالفلفل الاخضر، مفيش 10 دقايق كانت خلصانه. ده كان شكلها.
ما بتاخدش وقت خالص يعني على النار. جينا بقى بالليل بقى خلصنا اللي ورانا ورتبنا واتغدينا وعملنا مخلل وكل حاجة زي الفل الحمد لله، وبيتنا نضيف ومتروق. قلت بقى ايه اروق عليهم بقى كده واحضر شوية تسالي. كان عندي حبة شوكولاتات كده ايه في التلاجة، حاجات يعني بسيطة، بس هما بيفرحوا بصراحة بالحاجات دي. بس إيه جهزنا بقى كده ايه شوية الحلويات بقى كده والتسالي، وعملنا كوبايتين شاي بلبن، والحمد لله قعدنا بقى كده وخلاص بقى الواحد يعني ايه بيتنفس بقى كده وياخد ايه استراحة بصراحة بعد المجهود بتاع طول النهار. فلو عجبكم الفيديو وتشجعتوا منه واخدتوا طاقة ايجابية، ياريت تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتضغطوا لايك للفيديو، وان شاء الله اشارككم فيديوهات تانية كتير. سلام.